وأما السجود، هذا إرشاد نبوي، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. ولكن ملمي بعد قولنا سبحان ربي الأعلى نقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. من بعد ادعوا سوين تبغيض، ادعوا بالدارجة، يا ربي استرنا، يا ربي عافينا، ادعوا استقبيلي أنعمه. عادي ادعوا استقبيلي عادي، مسموح تدعوا استقبيلي في السجود. دينا كان بعد الركوع ما ذكرنا حذارية سي خاص قبيلي هاك حمد ربك شكرا، لا 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 لا، الباقي الدعاء. الطواف، بعض الناس في الطواف في الكعبة كاين عجبة 7 أشواط، واش نقول واش نغلي، اسمعوهم كاع يقراو الأوراق كذا الدعاء بالعربية، وكاين اللي يقول لك استقبيلي ادعوا كان نورمال، لأنه الطواف صلاة، طواف وصلاة حكمها حكم الصلاة. لذلك الطواف لازم فيه لازم طهارة، لازم واحد يطوف وهو على طهارة على وضوء لأنها صلاة. الفرق أنه كما ورد في الحديث يباح فيه الكلام، ممكن تهضر، ولكن الإباحة ما لازمش غير واحد يوسعها يرفد بورتابل كاع أشواط فيه 7 يدير اتصالات كاع. راني في الصوت الثالثة درك قريب نوصلي، وصلت باب الملتزم، هو ماشي راتي ماشي بروفيتي ثم باب الملتزم وكذا والحجر الاسود راه يعطي معلومات اللي راه في بلد اخر. لا، يجوز في الكلام، ولكن لازم يتأدب مع البيت العتيق مع المسجد الحرام.